السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الخبر الجديد. أولا ندعوكم الضغط على زر المشاركة ليصل إليكم كل جديد، والإعجاب إن أعجبكم الفيديو. عاجل أول رد فعل من بن كيران على بلاغ الديوان الملكي الموبخ للبي جي دي. قدم عبد الإله بن كيران الأمين العام للحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق توجيها إلى أعضاء المصباح حول مضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر صبيحة اليوم الاثنين. ودعا بن كيران خلال توجيهه كافة أعضاء الحزب ومسؤوليه إلى عدم التعليق بأي شكل من الأشكال على البلاغ الصادر من الديوان الملكي. كما دعا أمين العام للبي جي دي أعضاء حزبه على عدم تقديم أي تصريح حول البلاغ السالف ذكره إلى حين اجتماع الأمانة العامة للحزب لتدارس الموضوع. تصدر الإشارة إلى أن البلاغ الديوان الملكي جاء فيه أن الأمانة العامة للحزب العدالة والتنمية أصدرت مؤخرا بيانا يتضمن بعض التجاوزات الغير المسؤولة والمغالطات الخطيرة فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.